الفنان أنور وجدي، والده كان سوري، عمه كان ناهب ورث جده، وكان سايب أبو أنور على الحديدة. تناقض ضخم بين أسرة أنور وعمه. هو كان ساكن مع أسرته ستة في شقة صغيرة، وعمه كان ساكن في قصر لوحده. العلاقات بينهم كانت مقطوعة. أنور اللي كان عنده وقتها 16 سنة كان متعود كل يوم ياخد صديقه رشاد ويروحوا يتفرجوا على القصر بتاع عمه من بره، على أساس يتفشخر قدام صاحبه بثراء عمه وكده. عم أنور كانت ثروته $500,000 وكان عنده سرطان. أنور كان شايف إن ثروة عمه ميزة أهم بكتير من مرضه، وبقى دايما يقول لرشاد: وإيه يعني سرطان؟ يا رب أنا كمان يكون عندي سرطان و1,000,000 جنيه، ساعتها هكون أنا الكسبان. تمر سنين كتير ويلمع اسم أنور وجدي ويتشهر ويبقى غني، يتعب ويسافر السويد علشان يتعالج. تتشخص الحالة إنها فشل كلوي وسرطان الكبد. يموت أنور بعدها بأيام قليلة. أنور توفى بالليل. في نفس اليوم الصبح كان جاله تلغراف من مصر على المستشفى في السويد من صديق الطفولة اللي بقى مدير أعماله رشاد. مكتوب فيه: مبروك يا أنور، سهم القطن ارتفع ورصيدك وصل ل1,000,000 جنيه. هي الدنيا كده، ممكن تدعي على حد أو على نفسك وانت مش عارف إن باب السما مفتوح ساعتها، فربنا يستجيب لك. وممكن تكسل إنك تدعي دعوة على حاجة نفسك فيها، ويكون برضو ساعتها باب السما يكون مفتوح. احنا في أيام مفترجة، لما تشوف أي حد اطلب منه إنه يدعيلك. محدش عارف مين مكانته ايه عند ربنا، ولا مين دعوته مستجابة. كلنا في عرض دعوة صافية وطالعة من القلب، اطلبها من كل الناس. أصل انت مش عارف دعوة مين اللي يحترشك وتشق طريقها وسط 7 سماوات وتوصل لربنا. اطلبها من كل الناس، وادعي برضو لكل الناس، وما تدعيش لا على نفسك ولا على حد. ادعي من قلبك، مين عارف يمكن تكون هي دي. شكرا لحسن المشاهدة. شكرا أصدقاء مصر زمان.